بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زور مرحبا بخدمتي ورئيس وخشلسمو بخدمة سيداني ورئيس سفرشياري أو ترسي كوتا روجو كوتا بشي أم منتقالة. إن شاء الله هكذا مستعدشي بجاواني ورئيس أجلو سوى مباشرة معي سفرشي ودنيا وشيئا. فجاري كمان لقاو شجور ورئيس معطى ياسين أحمد أو بجنوي كان زناتا بنام شان العالم الإسلامي من حيث الكفاءة ورصاصة العلم الجمع بين العلم التراثي والمعاصر. كان ذلك بيسكولك لذا أمان الرئيسة فالمنكر والولد الخشني ومخزن ورئيس معطى ياسين أحمد زناتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علماء الأفاضل، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي السرور أن ألقي كلمتي لهذا الجمع المبارك، وعنوانها التوفيق بين العلوم الإسلامية والمعاصرة، مراجعات ورؤى، آملاً أن تكون وافية بالغرض وأن تنال رضاكم. إن الإسلام جمع كل خير ورحمة وهداية وصلاح وإصلاح لجميع الأحوال، وأن العلوم الكونية والفنون العصرية الصحيحة النافعة داخلة ضمن علوم الدين وأعماله، وليست منافية لها كما زعم الجاهلون والماديون. ويعد هذا الموضوع الذي تناولته من القضايا المتشعبة ذات الأبعاد المتعددة، وقد أعددت هذه الكلمة مكتفياً بتسليط الضوء عليها بعبارات موجزة بعيداً عن الإسهاب والتفصيل. ولا يفوتني في مستهل هذه الكلمة أن أتقدم بخالص الشكر وفائق التقدير والامتنان لاتحاد علماء والمدارس الإسلامية على الالتفاتة لهذا الموضوع الحيوي المعاصر، وفي هذا الظرف بالذات فجزاهم الله خير الجزاء. ولأهمية الموضوع كان لا بد من تناوله والتطرق إليه من جوانب ورؤى متعددة، وقد انتظمته في 6 فقرات. أولاً، مكانة العلم والعلماء في الإسلام. لا شك أن للعلم والعلماء مكانة مرموقة في الإسلام، لكن لا ندخل في بيان ذلك اكتفاء بما تفضل به الأساتذة الكرام في جلسات الأمس. ثانياً، المدارس الشرعية في صدر الإسلام. عرف العالم الإسلامي منذ ضحى الإسلام المدارس الدينية التي قامت بتفسير القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وبدأ بشكل فردي، حيث كان الصحابة يقومون بنقل ما سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم شفاهة، ثم جاء التابعون من بعدهم لنقل ما أثر عن الصحابة، ثم تكونت المدارس الفقهية واللغوية والأدبية، وكان نشاطهم العقلي والفكري يستلهم الإسلام ويدور حوله من أجل بيانه وشرحه والحفاظ عليه. ولم تكن للمدارس الفقهية أو اللغوية أو الحديثية رسوم مقررة، وفي أغلبها كان عملاً تطوعياً ومجتمعياً. وكذلك عرف المدارس الدينية في ظل الدولة العثمانية، حيث تعود بداياتها إلى المدرسة النظامية الشهيرة في بغداد، وقد انتشرت بعدها في زمن ألب أرسلان السلجوقي، وقامت هذه المدارس خلال مئات السنين بدور كبير في تخريج العلماء
ومكوناً مؤثراً بامتياز في الدولة والمجتمع. وقد كانت هذه المدارس متنوعة الاختصاصات العلمية والشرعية، لكن دورها انحصر فيما بعد في تعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية. ثالثاً، المنهج ونظام الدراسة في المدارس الدينية القديمة. منهج الدراسة اعتمد منذ البدء على تقسيم العلوم أقساماً ثلاثة: الجزئيات، والمقصود بها علوم الحساب والرياضيات والهندسة والفلسفة. ومنذ القرن السادس عشر أزيلت هذه العلوم بشكل فعلي من مناهج الدراسة بزعم أنها مخالفة للعقيدة، وكان هذا من الأخطاء التي أدت إلى تراجع مكانة هذه المدارس عند القائمين على الدولة، لأنها لم تعد تفي بسد حاجات المجتمع كما بادر الراغبون في تلقي تلك العلوم إلى الإحجام عن الانتساب إليها. علوم الآلة وتتضمن النحو والصرف والبلاغة والمنطق. العلوم العليا وتتضمن الفقه وأصوله والتفسير والحديث وأصول الدين. وانتشرت هذه المدارس بشكلها التقليدي في معظم البلاد الإسلامية. رابعاً، الاهتمام بالعلوم الدنيوية في صدر الإسلام. ابتكر المسلمون علوماً جديدة لم تكن معروفة قبلهم وسموها بأسمائها العربية، كعلم الكيمياء وعلم الجبر وعلم المثلثات. ومن مطالعاتنا للتراث العلمي الإسلامي نجد أن العلماء المسلمين قد ابتكروا المنهج العلمي في البحث والكتابة، وكان يعتمد على التجربة والمشاهدة والاستنتاج. وأدخل العلماء المسلمون الرسوم التوضيحية في الكتب العلمية، ورسوم الآلات والعمليات الجراحية، ورسم الخرائط الجغرافية والفلكية. وقد اعتنى المسلمون بالعلوم الطبيعية، حيث قاموا بترجمة المؤلفات اليونانية، ولكنهم لم يكتفوا بنقلها بل توسعوا فيها وأضافوا إليها إضافات هامة تعتبر أساس البحث العلمي الحديث. وفي الفترة الذهبية من تاريخ الإسلام أنشئت المدارس والجامعات في مختلف البلاد الإسلامية شرقاً وغرباً، وكثرت المكتبات وامتلأت بالمؤلفات في شتى العلوم. ففي الوقت الذي كان العلماء المسلمون يتحدثون في حلقاتهم العلمية ومؤلفاتهم عن دوران الأرض وكرويتها وحركات الأفلاك والأجرام السماوية، كانت عقول الأوروبيين تمتلئ بالخرافات والأوهام عن هذه الحقائق كلها. ومن ثم ابتدأت حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية، وغدت كتب علماء المسلمين تدرس في الجامعات الأوروبية. والحضارة الإسلامية قدمت للمجتمع البشري القيم والمبادئ في الجوانب الروحية والأخلاقية، فضلاً عما قدمته من منجزات واكتشافات واختراعات في الجوانب التطبيقية والتنظيمية، وما يخدم المجتمع الإنساني من الوسائل والأساليب. وكل أنواع التقدم الاجتماعي الشامل للنظم الإدارية والحقوقية والمادية وسائر طرق معاملة الناس بعضهم بعضا في علاقاتهم المختلفة. خامساً، الاهتمام بالعلوم الدنيوية في هذا العصر. إن حاجة الشعوب المسلمة إلى العلوم الدنيوية كعلم الحاسوب والطب والهندسة والعلوم الإدارية والمالية والعلوم الطبيعية وغيرها لا تقل أهمية عن العلوم الشرعية إذا اندرجت ضمن الأحكام والضوابط الشرعية. وعليه فلا بد أن تكون هذه العلوم محل عناية المسلم واهتمامه في عصرنا الحاضر،
لأنها لم تعد مجرد حاجة بل أصبحت ضرورة قصوى في وقت تخلف فيه المسلمون عن غيرهم من الأمم. إن المسلم يجب أن يعرف أن كل ما يتعلمه من العلوم والمعارف والفنون مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وقواعدها يعتبر مأموراً به وله أجر عند الله تعالى. والذي يتعلم علم الطب ويعالج مرضى المسلمين أرفع درجة ممن لا يقدم شيئاً للأمة، وهكذا. سادساً وأخيراً، مراجعات في مناهج المدارس الدينية. يعاني التعليم الديني في العالم الإسلامي أزمة خطيرة ترتبط أكثر ما ترتبط بالمنهج التعليمي ذاته، ثم بالآفاق المأمولة من هذا التعليم. فالمؤسسات الدينية التي تشرف على التعليم الديني تفتقر إلى تصور حقيقي لما يجب أن يقوم عليه أي مشروع تعليمي معاصر. فالرؤية القائمة على منطق التقديس للتراث الخالية من أي مفاهيم تجديدية تتحكم في تفكير هذه المؤسسات. لقد انطلقت الدعوة لإصلاح التعليم الديني منذ ظهور الحركة الإصلاحية في العالم الإسلامي، فالتيار الإصلاحي هو التيار الأصيل في الأمة، يريد للتعليم الديني أن ينخرط في ثقافة العصر وأن يتجاوز الصيغ العلمية الجامدة التي لم تعد تصلح للعصر، والتي فقدت الكثير من روح العلم وفعاليته. بينما يسعى تيار العلمنة بكل ما أوتي من قوة لإبعاد هذا النمط من التعليم، منطلقاً من رؤية إيديولوجية ضيقة معلومة الأهداف والمرامي ومعروفة المصدر والتلقي. ولعل هذه الرؤية المضادة هي التي دفعت بالمؤسسات الدينية إلى تلك الحالة من الجمود والانغلاق وعدم السماح لأي دعوة تدعو إلى إعادة النظر في مسار هذا التعليم والإبقاء على مناهجه القديمة. إن إعادة النظر في التعليم الديني والعمل على تطويره بما يخدم دين الأمة ومصالحها العليا صار ضرورة ملحة على أبناء الأمة من دعاة وعلماء ومفكرين وخبراء التربية والتعليم، وعليهم أن يعملوا جاهدين على تحقيق هذه المهمة الخطيرة حتى تتمكن أمتنا من النهوض الحضاري المنشود وترتقي من جديد إلى وظيفة القيادة البشرية. إن واقع المسلمين اليوم تواجهه تحديات كبيرة ومعضلات متعددة، والنوازل الحادثة في المجتمع أكثر من أن تحصى، بحيث تحتاج إلى نظر مجتهد حاذق واجتهاد فقيه متبصر بالواقع المعاش. وهذا لا يتأدى بالبحث في المدونات الفقهية القديمة فقط، من دون استعمال النظر الاجتهادي المتبصر في أحوال وظروف الواقع المعاصر، بل يتطلب الأمر من الفقيه أن يكون عالماً بأدوات الاجتهاد، ناهيك عن التعمق في دراسة الظواهر والمستجدات التي تطرأ في مجتمعه، فيكون قادراً على النظر فيها بما يتوافق وقواعد الشريعة الإسلامية. ولأن الظواهر معقدة والنوازل عديدة ومتشابكة، فإنه يجدر بنا التعمق في النظر واستثارة تفكيرنا لإيجاد حلول لهذه المعضلات. وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في مناهج الدراسات الإسلامية، فالخلل لا يكمن في المدونات الفقهية التي واكبت عصورها، وإنما الخلل واقع
في طريقة ومنهج التعامل مع النصوص الشرعية. فإن المتأمل في واقع الدراسات الإسلامية ومناهجها الدراسية ووسائلها التعليمية وموادها المفصلة يلحظ النزعة التقليدية في الطرح والإلقاء والتدريس والتلقي، فينتج عن ذلك اتجاه الطلاب التي تلقي الدرس بطريقة مملة لا توحي في نفس الطالب إلا بالحفظ في الصدور ثم الحفظ في السطور عند التقويم والامتحان، وبذلك تغيب النزعة الإبداعية والتفكير الناقد الذي يعيد على الاستنباط والتحليل والنظر في مستجدات الأمور ونوازلها، علما بأن مراجعات وتطوير المناهج التعليمية الدينية تحتاج إلى مراعاة الأسس والمبادئ التالية: أولاً، عدم الربط بين الدين الإسلامي والإرهاب، فلا يجوز اتهام التعليم الإسلامي بأنه مصدر للإرهاب حيث إنه مستمد من القرآن والسنة. ثانياً، تطوير المناهج الشرعية من خصوصية المسلمين ومرجعية الإسلام ووسطيته وقيم المجتمع بعيداً عن الضغوط الخارجية. ثالثاً، المطالبة بتغيير المناهج الدينية من قبل الدول والمؤسسات الغربية أمر خطير من خلاله يتم تشويه المناهج لتعطيل الفهم الصحيح للمفاهيم الإسلامية. رابعاً، تطوير المناهج الدينية يكون من خلال المنطلقات الفكرية للتربية الإسلامية. خامساً وأخيراً، أسلمة المناهج في أهدافها ومحتواها وأساليبها في إطار التصور الإسلامي الكلي للإنسان والكون والحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.